مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. واخيرا اول فيديو من 3 اسابيع او شهر اعمل فيديو بصوتي، بعد ما كان خلاص صوتي راح خالص في الدور اللي انا واخداه. ما كنتش قادرة اعمل اي فيديو بصوت، فنشكر ربنا خلاص صوتي بدأ يرجع من تاني. اي نعم مش 100%، بس احسن من ما فيش خالص. من كام يوم كنت منزلة فيديو الكباب ده بصوت، بس انا ده كنت مصوراه ومسجلاه يعني من اكتر من شهر ونص فاتوا، فما نزلتوش غير من يومين. فبالمناسبة الحلوة دي، مناسبة صوتي خلاص بدأت استرد صوتي وصحتي من تاني، قررت اعمل لكم الفايش الصعيدي بخميرة اللبن. ممتاز ممتاز ممتاز. لو شفتوا الفيديو للآخر ومشيتوا على الخطوات بالظبط هتطلعوا احلى فايش زي فايش الصعايدة بالظبط. بما اني انا صعيدية اصيلة، جايبه لكم الطريقة بالظبط زي ما بنعملها كنا في البلد. انا برضو ماشية عليها، حتى هنا في امريكا برضو ماشية عليها، ما بغيرهاش بصراحة. بتطلع معايا مظبوطة بصراحة. الفايش بيكون خفيف وهش ومستوي ومتحمص كويس ومش معضم خالص. مبدئيا النهاردة هنعمله بخميرة اللبن زي ما قلت لكم، والفول المدشوش. مش هعمل لا بسمسم ولا بحمص، هعمله بالفول المدشوش زي ما انا متعودة اعمل على طول، وامي وحماتي بيعملوه برضو بالفول المدشوش. من كام ثانية كده شفتوا كنت حاطة برطمانين، بقولكم اي واحد ينفع يعني تاخدوا واحد منهم تستخدموه. انا اخترت البرطمان ده برطمان عسل، غسلاه ومعقماه ونضيفه زي الفل. حطيت فيه بسكوتة شاي سادة خالص، وكمان حطيت فيه حتة صغيرة من لبابة العيش دي، لو مش موجودة مفيش مشاكل منها خالص. البسكوتة الشاي تغني خالص عن البابا، بس طول ما هي موجودة نحط حتة صغيرة زي اللي انا حطيتها بالظبط. وكمان حطيت عليه معلقة سمنة بلدي او اي سمنة ريحتها حلوة، بس يفضل البلدي لو متاح عندنا في البيت. وكمان نص معلقة من الفول المدشوش المطحون، ومعلقة من الفول المدشوش الحب. وعلى كل الحاجات دي نزلت بكوباية لبن. كوباية اللبن اللي هو المج الصيني مش المج الجزاز. المج الصيني ده كنت غالية كوباية لبن، واخدتها على طول من على النار على البرطمان، على طول نزلت بيها على الحاجات اللي احنا نزلنا بيها. وغطيت البرطمان بتاعي وغطيته كويس خالص بكذا فوطة، وسبته التاني يوم بياخد 24 ساعة وتختمر معانا الخميرة. بما ان الخميرة بتاعتي ناجحة 100%، اخدت بالظبط 20 ساعة. بعد 20 ساعة اول ما لقيتها ارتفعت، على طول نزلت عليها بمعلقتين دقيق علشان اختبرها كمان مرة. وبرضه هسيبها ساعة تاني لحد ما تختمر. اول ما اختمرت بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهخمرها كمان مرة الخميرة التالتة. يعني خميرة الفايش بتكون على 3 مراحل. الطبق العميق اللي انا هخمر فيه الخميرة رقم 3 عليها مصفى، وهصفي الخميرة بتاعتي من الفول المدشوش الحب، علشان بس ما يدخلش في العجين بتاعنا ويعذبنا ان احنا نطلعه. بصفي الخميرة بتاعتي، وبعد كده البرطمان اللي كنت عاملة فيه الخميرة نزلت عليه بشوية مية، علشان عايزة كل كمية الخميرة اللازقة في البرطمان. وبرضو على الفول المدشوش علشان اغسل الفول من اي كمية خميرة حوالينه. طبعا ضروري المية اللي احنا نستخدمها في الخميرة تكون دافية بسيطة، بما انه الجو ساقع، فاحنا عايزين المية تكون دافية بسيطة علشان تساعد الخميرة ان هي تختمر بسرعة. بعد كده في الخميرة دي انا هستخدم كيلو دقيق. هعجن الخميرة بكيلو دقيق، وبعد كده هسيبها لحد ما تختمر. هتاخد من ساعة لساعة ونص على حسب درجة البرودة عندك في البيت عاملة ازاي. طبعا علشان الخميرة برضو تختمر بسرعة، غير ان احنا حطينا مية دافية، بنخلي العجينة بتاعتها طرية بتلسق زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد ما خلصت عجن الخميرة ببل ايدي كده بشوية مية خفيفة، وادهن وش العجين بالمية، واغطيه واسيبه لحد ما تختمر زي ما قلت لكم، تاخد من ساعة لساعة ونص. واختمرت بعد ساعة ونص بقت بالشكل القمر ده. طبعا التخمير واضح جدا في الصورة. بعد كده هنبدأ نحضر العجين بتاعنا.
في طبق كبير خالص هعجن العجين بتاعي. نزلت بكيلو من اللبن. الكيلو اللبن ده يعني ممكن تحطي اكتر ممكن تحطي اقل، ممكن تحطي نص الكمية مية ونص الكمية لبن، او ممكن تعجني بلبن خالص، ما فيش مشاكل. اللي يريحك والمتاح عندك على قد امكانياتك اعملي. وبعد كده الكمية اللي انا هعجنها النهاردة 3 كيلو من الدقيق غير الكيلو بتاع الخميرة، يعني مجموع الدقيق 4 كيلو. لل4 كيلو نزلت بكيلو لبن، ولسه كمان لو احتجت هضيف كمان نص كيلو تاني. ونزلت كمان بمعلقة من الكركم. الكركم انا مش عايزة اللون يكون قوي، يعني انا عايزاه كده يكون لون حلو. عايزين تكتروا عن معلقة ممكن تضيفوا كمان نص معلقة تاني او ربع معلقة على حسب اللون اللي انتوا عايزين توصلوا له. وكمان نزلت ب10 معالق من السكر، ونص معلقة محلب بودرة، وكوباية ونص من السمنة السايحة. ودوبت السكر والكركم، وبعد كده نزلت بالخميرة وكل كمية الدقيق، وهبدأ أعجن كل الكمية. عايزة أحصل على عجينة ما بتلسعش، تكون طرية كده وما بتلسعش. طبعا لو عندنا عجانة في البيت ممكن نستخدمها، هيسهل علينا الموضوع. هنا خلاص ده القوام اللي أنا عايزاه، عجينة طرية ما بتلسعش. شايفين القوام عامل ازاي؟ ما نخليهاش يعني اتخن من كده، علشان الفيش بتاعي ما يطلعش كده تقيل ويعضم معانا ويعني مشاكله كتير. فاحنا خليها عجينة كده طرية، وبرضو مش طرية خالص، يعني كده وسط زي ما انتوا شفتوا العجينة بتاعتي. بعد ما كده خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه، نزلت كمان بنص كوباية من السمنة. وهبدأ أعجن كمان. في البداية بعد ما بنزل بالسمنة على طول بيكون العجن أصعب، وتلاقوا كده العجينة بيجي شكلها غريب. بس بعد ما السمنة تبدأ تدخل في العجين هتلاقوا الأمور يعني رجعت لطبيعتها. هنا خلصت العجين بتاعي، والسمنة خلاص العجين شربها. هسيبها تريح نص ساعة بس لحد ما أحضر الصواني بتاعتي، وبعد كده أبدأ أشكلها. مش محتاجين ندهن الوش اي حاجة، علشان اوريدي العجينة مليانة سمنة. هغطيها واسيبها لحد ما بس احضر صوانية. هتيجي تلاقوها ارتفعت كده شوية صغننين. هنبدأ نشكل الفايش. طبعا علشان الفايش بتاعي يفصل معايا بعد ما يستوي لازم ايديا تكون مدهونة سمنة. لو في حالة انكم مش عايزين تدهنوا سمنة في ايديكم، ممكن بعد ما نصبع كل الفايش نروح كده بالفرشة نازلين بشوية سمنة ما بين كل فايشاية والتانية. هنا خلاص عملت صوابع الفايش. طبعا التشكيل الفايش ليه بدل الطريقة 2، ممكن نعمله زي الرغيف كده، وبعد كده نعمله شرايح، وده بيكون اسهل ان احنا نخلص بسرعة. بس انا واحدة غاوية تعب، احب الفايش كده يكون صوابع من البداية زي ما تعودنا في الصعيد. وبصراحة انا شايفاها اطعم بكتير. هو اي نعم بياخد شوية تعب، بس نتيجة ممتازة. قطعة العجين الفايشاية بتكون كده عاملة زي الليمونة، قد الليمونة كده بالظبط. والطول بتاعها زي ما وريتهولكم على كف ايدي، يعني اقل من طول كف الايد. ده المقاس المظبوط للفايش. شايفين هنا؟ بعد كده بكون حطاهم على صينية مدهونة دهنة خفيفة من السمنة، واسيبهم لحد ما يختمروا تماما. حذاري حذاري ان احنا ندخل الصينية الفرن وما تكونش اختمرت الاختمار الكامل. ده هنا بعد ما خلصت اول صينية من التقطيع. شايفين هنا نص الارتفاع الصينية، ده النص بالظبط. ما ندخلش الفايش الفرن غير لما تكون وصلت لنهاية احرف الصينية. دي كل الكمية اللي انا عملتها، طلعت كمية ممتازة. الصواني كبيرة مش صغيرة. زي ما قلت لكم ما ندخلش الفايش الفرن غير لما يكون اختمر. الصينية دي كانت اختمرت وشغلت لها الفرن وسويتها تماما، وبعد كده لقيت لسه الصواني التانية ما اختمرتش الاختمار اللي انا ينفع خلاص اخبز الفايش. ففصلت الفرن واستنيت باقي الصواني لحد ما اختمرت، وبدأت اسوي فيهم.
شايفين هنا فرق الصينية دي لما اختمرت، الفرق واضح عن الصينية اللي جنبها. طبعا احنا بنخبز الفايش على درجة حرارة عالية، يعني على 220 بنخبز الفايش على الرف في النص. مش محتاجين ان احنا نرفعه على الشبكة من فوق او نشغله الشواية علشان ياخد اللون. بس كل المطلوب مننا ان احنا نعمله اول ما نلاقي الفايش اخد لون من ناحية والناحية التانية لا، ان احنا نبدأ نلف الصينية، يعني مرة 2 3 على حسب ما الوضع قدامنا عايز ايه، لحد ما يطلع كله لون واحد بالشكل اللي انتوا شفتوه. وعلى طول اطلعه من الصينية، ما اسيبهمش في الصينية على طول. اول ما يستووا على طول اطلعهم، بس علشان الفايش ما يعرقش في الصينية من تحت اطلعه على صينية وفيها ورق علشان بس كمية السمنة الزيادة تطلع في الورق. طلعوا على ورق زبدة، على ورق كراسات بيضة يعني مش مكتوب فيها. ما نطلعوش على مفرش، عشان لو حطينا الفايش على مفرش المفرش هيتبهدل، هيتعبى سمنة ومش هينضف. ومباشرة على طول افصص الفايش عن بعضه، وكده اوقفه كده على الصينية، ما سيبهوش كله فوق بعضه، اوقفه كده على الصينية علشان يتهوى لحد ما اخلص كل تسوية كمية الفايش بتاعتي. وبعد كده هرصه في الصينية تاني وهرجع احمصه. ودي طبعا الصينية الاولى اللي قلتلكم عليها اختمرت وسويتها لوحدها، وبعد كده فصلت الفرن. شايفين مطلعالي كمية فايش قد ايه كبيرة بطريقة فظيعة يعني. بصراحة يعني انا بحب استخدم الصواني دي، بتوفر معايا يعني حتى في التسوية تاخد كمية كبيرة، يعني بدل ما اسوي في ساعتين اسويهم في ساعة كده وانا خلصت. دي كل كمية الفايش اللي كانت في صينية واحدة. شايفين موقفة الفايش ازاي علشان يتهوى، مش نخليه كله فوق بعضه. نوريكم شايفين حلاوة الفايش طالع هاشش بطريقة فظيعة. الوزن هو لسه مستوي لسه ما تحمصش، خفيف جدا. لما بيتحمص بيخف كمان، يعني فظيع فظيع. صراحة طريقة ناجحة جدا وانا ماشية عليها. يعني انا من يوم ما طلعت على الدنيا وانا بشوف امي وبعد الجواز حماتي نفس الطريقة، ما بنغيرهاش خالص، وانا دلوقتي ماشية على نفس الطريقة. دلوقتي بعد ما خلصنا تسوية كل الفايش هنبدأ نحمص الفايش. برصه بالشكل ده. طبعا يفضل ان احنا الصينية اللي هتدخل الفرن للتحميص يكون كلها اللي هو الفايش اللي هو في النص ده في صينية لوحده. الفايش اللي كان في احرف الصينية برضه احطه في صينية لوحده، ما احطش اتنين في صينية واحدة علشان بتفرق في وقت التحميص. انا خلاص خلصت كل الكمية زي ما انتوا شايفين، وشايفين الكحكاية بتاعت القمر دي خطيرة خطيرة. بدخل الفايش الفرن على اهدى درجة حرارة، اوطى درجة، بياخد على كل ناحية نص ساعة. فانا ما بدخلش صينية واحدة، انا بدخل 4 صواني في الفرن مرة واحدة، كل ناحية بتاخد نص ساعة واقلبها. بعد كده على الناحية التانية بدخلها كمان مرة الفرن، تاخد كمان نص ساعة. ما باخدش ساعتين زمن واخلص تحميص كل الكمية دي. كل كمية الفايش القمري بتاعتي طالع رهيب رهيب. طريقة سهلة خالص، اي نعم تاخد وقت شوية في الشغل، بس احنا ما بنعملش الفايش كل يوم، يعني احنا بنعمله في الاعياد بس. في الايام العادية طبعا ان احنا بنعمل الفايش بتاع الافران ده اللي هو السريع ما بياخدش وقت. بس في العيد الفايش ده، انا العيد ما ينفعش يعيد معايا لو عملت الفايش التاني اللي هو بيتقطع كده بسرعة، هو بيتعمل كده زي الرغيف وبعد كده بيتقطع شرايح. ده انا ما بحبوش على العيد، بحبه في العامة واعمله بعد كده في الايام العادية سهل وسريع ما فيش مشكلة معايا. لكن العيد الفايش ده الفايش الصعيدي خميرة اللبن سيبه 24 ساعة لحد ما يختمر. ده انا العيد بالنسبة لي، اي نعم في وقت العيد بنكون مشغولين اوفر وعايزين نخلص، بس دي رولز، يعني انا بالنسبة لي دي رولز ان انا ما ينفعش اغير فيها. شايفين هنا الفايش عامل ازاي من جوه رهيب رهيب. وبسيب الفايش يعني كده كام ساعة لحد ما يتهوى، يكون برد وتهوى كويس، وبعد كده اشيله في الحاجة اللي احنا هنشيله فيها. اتمنى طريقة الفايش النهاردة تكون عجبتكم. ما ننساش لايك وشير للفيديو، واللي اول مرة يشوف قناتي اتمنى يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد.
وما تنسوش تتابعوني على صفحة الفيسبوك مطبخ كاما. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.